يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ ملخصنا هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها إيما وباباها فخور بيها لأنها ذكية وقوية ومسؤولة ومتوقع إن هي هتكون أم عظيمة، وبيديلها تمثال هو اللي عمله يوم ما اتولدت وعايزها لما تجيب بنت تبقى تديهولها. بعدها بيلموا الزرع من المزرعة وإيما بتحتاج لأدوات معينة فبترجع الكوخ علشان تجيبها، وبتقابلها مامتها ماري. بعدها إيما بترجع لباباها وبتتصدم لما بتلاقيه واقع على حجر وميت، وبتشوف واحد بيهرب من بعيد. بيعدي 6 شهور ولسه إيما بتكون مصدومة من اللي حصل وبتفتكر كل كلامه ليها. بعدها بتتفاجئ إن المطران ديفيد عندهم في البيت وبتسأله بيعمل إيه، وبتيجي مامتها بتعرفها إن ديفيد هنا علشان يساعدهم يكملوا شغل باباها، وبتديله المستندات اللي هو طلبها. وإيما بتقوله لو فعلا عايز يساعدهم يعرف باباها مات إزاي أو حتى كان يسمح للشرطة تحقق أكتر من كده. ديفيد بيفكرها إن الشرطة قالت إنه وقع واتخبط، لكن إيما متأكدة إنها شافت واحد بيهرب. ماري بتزعق لها علشان تسكتها وهي عارفة ومقدرة إن إيما وباباها كانت علاقتهم قوية وهي مش هتقدر تملى الفراغ اللي حصل عند إيما، لكن بتوعدها إنها تفضل طول الوقت جنبها وهتحاول تعوضها. وإيما بتسألها ليه مش عايزة تعرف اللي حصل لجوزها. ماري شايفة إن حتى لو عرفت ده مش هيرجعه. بعدها إيما وهي في المزرعة بتجيلها صاحبتها ريبيكا وبتعرفها إن معاها تليفون، ومن عادات مجتمعهم إن ممنوع يكون معاهم تليفون. علشان كده إيما بتتفاجئ وبتكون عايزة تمسك التليفون لأول مرة في حياتها، وبتعرف إن ريبيكا كانت طول الليل في العالم الإنجليزي وبتطلب منها تحكي لها عن العالم الإنجليزي ده. ريبيكا بتقول لها إن بعد موت باباها ومامتها بقت منبوذة علشان حبت تخرج للعالم الإنجليزي في المدينة وتحاول تفهمه. إيما كمان نفسها تروح معاها للمدينة. بعدها وإيما في الكوخ بيجيلها جارها كالب وبيساعدها في شغلها، ومش بيكونوا شافوا بعض من ساعة ما كالب رجع من المدينة، وبيعرفها إن كان صعب عليه إنه يشوف الحياة في المدينة ويضطر يرجع هنا تاني، وبيصارحها بإنه هو ناوي يتجوز وإن هما كانوا قريبين من بعض ودايما حاسس إنه بيحبها وبيطلب منها الجواز، لكن إيما بترفض وبتقوله إن هي مش مستعدة. وقتها ماري بتيجي وبتقول لكالب ما يعطلش إيما عن شغلها، وكالب بيتحرج وبيمشي. بعدها إيما بتروح لريبيكا بتقول لها إن هي مستعدة تشوف المدينة. ريبيكا بتقول لها علشان تتحرك وسط الناس اللي في العالم الإنجليزي لازم محدش يعرف إنها من طائفة أميش، ولازم تتكلم زيهم وتكون شبههم وهي هتساعدها. وبتفهمها إن لو حد عرف هما من أنهي طائفة هيكونوا منبوذين وهيطردوها، علشان كده ما ينفعش أي حد يعرف، وبيتفقوا إن هما يروحوا الليلة. وبالليل إيما بتخرج من الشباك بتقابل ريبيكا اللي بتديها فستان علشان تروح بيه المدينة، وبتخليها تحط مكياج لأول مرة في حياتها، وكمان بتعلمها تتصور إزاي. وبيروحوا بار. إيما بتكون مصدومة من اللي بيحصل حواليها. بتدخل الحمام وهي خارجة بتلاقي واحد مستنيها وبيعرفها إن اسمه كارل وشايف إن هي جميلة جدا، وبتقوله إن هي عايزة ترجع لصاحبتها. كارل بيتضايق وبيقول لها بلاش تكون مغرورة معاه، وبيحاول يقرب منها بالعافية، لكن بيجي شاب تاني بيدافع عنها وبيضرب كارل وبيعزم إيما على مشروب، وبيعرفها إن في بنات أكتر حكمة وذكاء من رجالة كتير. وإيما بتعرفه إن باباها كان دايما بيقول لها إن هي من نوعية البنات دي. والشاب بيعرفها بنفسه واسمه هاري، وهي بتقوله إن اسمها جايد، وبيسألها هي أول مرة تيجي هنا فبتعرفه إنها أول مرة علشان كده مكسوفة. وهاري بيعلمها ترقص. بعدها ريبيكا بتقول لها يا دوبك يلحقوا يرجعوا، وهاري بيكون عايز رقم إيما بس هي بتعرفه إن ما معهاش تليفون. ولما هاري بيستغرب بتقوله إن هي نسيت تجيبه، وبيطلب منها تقابله بكرة وبيتفق معاها على مكان وميعاد. وإيما بتوعده إنها تحاول تيجي. والبنتين لما بيرجعوا بيغيروا هدومهم تاني، وإيما بتكون شايفة إن دي أول مرة تحس بالحياة. وهي راجعة من الشباك كلب بيشوفها. وتاني يوم بتروح مع مامتها الكنيسة، وديفيد بيقول إن العالم الخارجي هيقدم لهم مغريات كتير ودي حاجة تتحدى إيمانهم، ولازم يفضلوا ثابتين على القيم الأساسية الإيمان والأسرة والمجتمع والبساطة علشان تكون حياتهم تقية. إيما بتتكلم قدام كل الحاضرين وبتقول إن من وقت وفاة باباها وهي بتكافح مع الأركان الأربعة، وقالت كتير إن كان في حد في الغابة يوم وفاته وعايزة الشرطة ترجع تحقق تاني وتشرح الجثة، وكل اللي بتطلبه إن مجتمعهم يثق فيها ويكرم والدها. وبتسيب الكنيسة وبتخرج ومامتها بتخرج وراها وبتزعق لها علشان كان المفروض تستأذنها قبل ما تتكلم. إيما بتقول لمامتها إن هي كدبت عليها وقالت إنها جنبها، لكن هي مش بتقف معاها وبتسيبها وبترجع البيت.
وبتغير في الغابة وبتروح على المكان اللي هاري قال لها عليه. بتقابله بس بتكون اتأخرت وهو كان مستنيها. وبيحكي لها إن هو عنده شركة خاصة وحاسس بمرونة وحرية. وبيعترف لها إن هو في علاقة لكن بيحاول يخرج منها، لكن الموضوع صعب علشان في ما بينهم شغل. وبيقترح عليها يروحوا يجربوا ألعاب جديدة وفي آخر اليوم يوصلها للبيت. وبياخدها معاه بيته وبتتفاجئ إن البيت حلو جدا وإن البيت ده كله ملكه لوحده. وبيعرض عليها تشرب كحول فبتعرفه إنها مش بتشرب. هاري بيستغرب إزاي بتسهر وإزاي مش بتشرب. هي بتكذب عليه وبتقوله إنها مبطلة من فترة، لكن هو بيقنعها تشرب معاه. بعدها بيجيله رسالة إنه لازم يسافر دلوقتي علشان ميعاد صفقة مهمة. إما بتعرفه إنها ممكن تروح لوحدها، بس هو بيعرض عليها تقضي اليوم في بيته وبيعرفها إن في أكل وأفلام وموسيقى وحمام سباحة. بعدها بيمشي وبيعرفها إنه راجع بكرة وعايز لما يوصل تكون موجودة. وفعلا إيما بتفضل طول اليوم في بيته، وفجأة بتسمع حد بيتحرك في البيت وبتتصدم لما بتلاقي جثة بنت وفي حد بيضربها على دماغها. ولما بتفوق بتلاقي في إيديها الأداة اللي البنت اتقتلت بيها والروب اللي لبسته من عند هاري. وبتاخد الروب والأداة لحدها وبتركب العربية وبترجع الغابة وبتغير. وبيجيلها كلب وبتلاحظ إن هو إيده متصابة. بيعرفها إنه وقع في الغابة وبيسألها هي جاية منين، فبتفهمه إن هي كانت هتبات عند صاحبتها لكن معرفتش تنام فمشت. وبيعرض عليها يوصلها بس هي بترفض وبتمشي بسرعة وهو بيستغرب تصرفاتها. ولما بتدخل من الشباك ماري بتشوفها وبتسألها ليه ما دخلتش من الباب. فإما بتقول لها إن هي كانت خايفة تصحيها وبتتأسف عن الكلام اللي قالته قبل ما تمشي. تاني يوم إما بتفتكر اللي حصل في بيت هاري ومامتها بتسألها ليه متغيرة، وإما بتتمنى حياتها ترجع زي الأول. وقتها هاري بيرجع البيت وبيكتشف جثة البنت وبيكون اسمها كيم، فبيكلم الشرطة. والوقت ده إما بتحرق الهدوم اللي كانت لابساها والبطاقة المزورة اللي باسم جايد اللي خدتها من ريبيكا. وقتها ريبيكا بتشوفها وإيما بتحكي لها اللي حصل امبارح كله وإنها كانت هتبلغ الشرطة لكن خافت وحاسة بالذنب لأنها هربت. ريبيكا بتفهمها إنها لو كانت كلمت الشرطة كانت هتكون في مشكلة كبيرة وبتخليها تحفر وتدفن الأداة. وبتفكرها إن ما ينفعش حد خالص يعرف إن هم راحوا المدينة. بالليل إيما ومامتها بيتعشوا مع ديفيد وريبيكا، وديفيد بيعرف إيما إنه سامعها عن الكلام اللي قالته في الكنيسة. تاني يوم كيليب بيستنى إيما تخرج وبيروح لماري وبيستأذن علشان يقرب من إيما علشان يحاول يخليها توافق تتجوزه، لكن هو محتاج موافقة ماري الأول. ماري بتكون مرحبة بيه خصوصا إنه استأذنها في الأول وكمان موافقة إنه يتجوز إيما، لكن الأول لازم إيما تكون موافقة. لما بيخرج بيلاقي إيما كانت واقفة بره وسامعاهم ومتضايقة علشان مامتها وافقت وشايفة إن من حقها تقول هتتجوز مين، وشايفة إن مفيش حد بيحترم مشاعرها في المجتمع كله. كيليب بيكون عايز يقرب منها علشان يثبت لها إنه أحق واحد بيها وإنه هيكون أب صالح. فجأة بيسمعوا جرس الكنيسة وكل الناس بيروحوا قدامها، وديفيد بيقول للبنات اللي ما بين عمر 18 و25 يتجمعوا. هاري والمحقق بيكونوا واقفين مع ديفيد، وهاري بيكون بلغهم بقتل كيم. ومن وصفه للبنت اللي اسمها جايد اللي هي إيما، المحقق عرف إن هي بنت من طائفة أميش لأن هاري قال إن هي مش بتسوق ولا بتشرب وكمان عايشة بعيدة عن المدينة. وأول ما هاري بيشوف إيما بيقول إن هي دي البنت اللي اتعرف عليها في البار وهي اللي سابها في بيته ومشي. ماري طبعا ما بتكونش فاهمة حاجة وبتسأل إيه اللي بيحصل. المحقق بيعرفها إن بنتها كانت في بيت هاري وحصلت جريمة قتل فلازم يحققوا معاها. طبعا ماري مش مصدقة إن بنتها خرجت من وراها وشايفة إن هاري أكيد متلخبط. بعدها المحقق بياخد إيما بيعرفها إن اسمه المحقق فيشر وزميلته المحققة موري وهيحقق معاها في حضور مامتها وديفيد. وبيوري لها صورة كيم وبيسألها تعرفها وبيقول لها إن دي كيم مرات هاري. إما بتقول لهم إن هي ما شافتش كيم ولا اتكلمت معاها وهاري ما قالهاش أصلا إن هو متجوز. ماري بتسأل المحققين ليه ما حققوش مع هاري وإيه اللي يثبت إن هو سافر زي ما قال لإيما. المحققة بتقول إن هم متأكدين إن هو كان في شيكاغو. بعدها إيما بتتأسف لمامتها ومعترفة إن هي جابت الفضيحة للعيلة بتاعتهم لكن عايزاها تسامحها وتساعدها تخرج من المشكلة دي. ماري مصدقة بنتها إن هي ما قتلتش وكمان بتسامحها وبتعرفها إن ديفيد قرر إنه يطردها من مجتمعهم علشان كده ما ينفعش تفضل هنا مستنية الشرطة. إيما بتعيد كلامها تاني إن في حد قتل باباها لكن هي ما لحقتش تشوف وشه وشايفة إن ممكن يكون ده مرتبط بقتل كيم، وشايفة إن كيليب بيتصرف تصرفات غريبة وشك إن هو تقريبا بيراقبها وممكن يكون ده ليه علاقة بأراضيهم ومزارعهم، ومش فاهمة ليه ديفيد جه أخد أوراقهم القانونية. ماري بتقول لها أول حاجة لازم هدوم تانية علشان الشرطة بتدور على بنت من طائفة أميش وهيعرفوها من لبسها. بعدها إيما بتغير وبتروح لهاري، هو بيقول
بيقول لها تمشي علشان ما يبلغش الشرطة، لكن هي بتقنعه يسمعها. وفي الوقت ده الشرطة بتفتش بيت ماري، وإيما بعد ما حكت لهاري بتطلب منه يساعدها تظهر براءتها. هو بيعرفها إنه ما كدبش عليها وإن كيم كانت مراته، لكن هما انفصلوا ومش عايشة معاه وما يعرفش كانت جاية له ليه. إيما بتقوله المهم يعرفوا مين القاتل علشان الشرطة مركزة معاها هي وناسية القاتل الحقيقي، وهو بيسألها مين تاني يعرف القصة دي. فإيما بتقوله مامتها وصاحبتها ريبيكا. هاري مصدقها وبيقول لها ممكن يشوفوا سجل كاميرات جاره. الوقت ده الشرطة بتلاقي بواقي البطاقة المزورة، والمحقق بيسأل ماري عن مكان بنتها، وإيما وهاري بيشوفوا الفيديو وبيشوفوا كام وهي داخلة، وبعدها إيمي وهي بتجري، وبعدها واحد بيجري ومش بيقدروا يشوفوا ملامحه، لكن إيما بتلاحظ إنه هو لابس قبعة زي بتاعة كلب، خصوصا لما بتفتكر إنها شافته في الغابة وإيده كانت متصابة وعليها دم، وشايفة إنه هو أكيد كان بيراقبها وجي وراها لحد هنا. وبتطلب من هاري يجي معاها ويستخبى وهتخلي كيلب يعترف، وهاري بيقول لها إن دي مشكلتها هي. في الوقت ده بيجيله تليفون، وإيما بتتفرج على صور وبتتصدم لما بتشوف هاري ليه صور مع كارل، وبتسأله عن الصور دي. هاري بيفهمها إن اللي حصل يوم ما قابلها دي كلها كانت لعبة بيلعبوها أيام الجامعة، إن لما واحدة تعجبه يخلي واحد يحاول يعتدي عليها وهو يدخل يدافع عنها علشان يكون بطل قدامها، وبيفكرها إن هي كمان كذبت عليه، وبيحكي لها إن هو وكيم كانوا مبسوطين مع بعض وكان في بند في عقد الشغل إن لو حد فيهم خان التاني يخسر الشغل كله والشغل يبقى ملك التاني، وهي خانته وطلبت الطلاق، وبكده كانت مضطرة تخسر كل شغلها، وبيوافق يروح معاها عند كيلب. في الوقت ده ماري بتروح لديفيد بيته وبتقوله لو الشرطة قبضت على بنتها هتتحبس وهي مظلومة ومحدش هيقدر يخرجها. هو بيعرفها إنه مش هيقدر يساعد إيما بعد اللي عملته. ماري مش عايزة مساعدة لكن عايزة أوراق جوزها اللي هو خدها. ديفيد بيتعصب وبيعرفها لو ساعدت إيما هي كمان هتكون مطرودة ومنبوذة. ماري مستعدة تساعد بنتها حتى لو على حساب حياتها، وشايفة إن ديفيد ممكن يكون ورا قتل جوزها لأنه كان عايز يشتري منه 40 فدان بس جوزها كان رافض، وأكيد هو اللي إيما شافته بيهرب من الغابة. ديفيد بيضربها علشان اتهمته بالقتل، ووقتها إيما وهاري بيوصلوا الغابة وهاري بيستخبى وهي بتروح لكيلب اللي بيكون معاه فاس وبتقوله إن هي مش مبسوطة بالطريقة اللي نهوا بيها كلامهم آخر مرة. كيلب بيعرفها إن الشرطة بتدور عليها ولازم أي حد يشوفها يبلغ عنها، لكن هو بيحبها ومش هيعمل كده. إيما بتفهمه إن هي كمان بتحبه وبتسأله هو كان بيراقبها الليلة اللي كيم اتقتلت فيها. كيلب بيلاحظ إنها بتحاول توقعه في الكلام وبتبص وراها كتير، وبيبدأ يجهز الفاس وبيسألها ليه تصرفاتها غريبة. بتقوله إن هي عارفة إن هو اللي قتل كيم وشافته وهو بيهرب من البيت. كيلب بينهار وبيقول لها إنه كان بيحاول يحميها علشان بيحبها وعايزها تكون مراته، وبيبدأ يقرب منها فهي بتخاف وبتضربه وبتجري ومش بتكون لاقية هاري، وكيلب بيطاردها وهي بتروح لريبيكا بتعرفها إن كيلب هو اللي قتل وعايزاها تجهز وتيجي معاها عند مامتها. ريبيكا وهي بتغير إيما بتلاقي صورة هاري وحلق كيم عند ريبيكا. في الوقت ده هاري بيحفر في الغابة وبيلاقي الأداة اللي كيم اتقتلت بيها وبياخدها وبيحطها في بيت إيما، وبعدها بيقول لماري إن الأداة كانت هنا من الأول، معنى كده إن بنتها هي اللي قتلت كيم. ماري بتعرفه إن الشرطة كانت هنا وفتشوا وأكيد هو اللي حطها. هاري بيتهجم عليها وعايزها تقوله الشرطة مدورتش فين علشان يلبس إيما القضية. في الوقت ده إيما بتكون مع ريبيكا وبتقول لها هي عايزة تعرف إزاي حد في مجتمعهم يكون جواه كل العنف ده وقدر يقتل باباها أو كيم. ريبيكا بيكون باين عليها التوتر وبتقول إن ممكن الشخص ده كان المفروض ما يكونش معاهم في مجتمعهم، أو ممكن يكون ما كانش قاصد يقتل باباها. وإيما بتوطي تجيب خشبة علشان تدافع عن نفسها، وريبيكا بتثبتها بالسكينة وبتسألها هي غلطت في إيه علشان تكشفها. وإيما بتخرج الصورة والحلق من جيبها وبتسألها إزاي قدرت تعرف واحد متجوز، وبتوقع منها السكينة وبتجري وبتقابل ماري وهاري مكتفها، ووقتها هاري بيخبط ماري في الأرض. وإيما بتقول لها هي كده فهمت إنها قتلت كيم بس هي كمان اللي قتلت باباها. ريبيكا بتحكي لها إن هي كانت مع هاري في الغابة، ووالد إيما لما شافها قال إنه هيبلغ عمها اللي مربيها، وطبعا كانت هتتحمل العواقب بتاعة المجتمع، وفضلت تترجاه كتير ما يقولش لحد لكن هو رفض، وهي كانت خايفة إن هي تبقى منبوذة ومطرودة من المجتمع. وطبعا هاري كان هيخسر كل حاجة وكيم كانت هتاخد البيت والشغل. فريبيكا زقت والد إيما وبالغلط وقع على دماغه على حجر ومات، فاضطرت إنها تقتل كيم علشان ما تعرفش علاقتها مع هاري، وخلت إيما تلبس هي القضية
علشان تبطل تحاول تعرف مين اللي قتل باباها. ودلوقتي ريبيكا ناوية تقتلها هي وماري، والشرطة هتعرف إن هي اللي قتلت مامتها وبعدها نهت حياتها. هاري مش مستعد يقتل وشايف إن ريبيكا اتعودت على القتل. في الوقت ده كيليب بيوصل وهو وهاري بيضربوا بعض، وماري بتفوق بتحاول تنقذ كيليب من هاري، وإيما بتاخد السكينة من ريبيكا وبتسألها ليه غدرت بيها، وهي كانت صاحبتها الوحيدة. ريبيكا كان كل هدفها تهرب من مجتمعهم، وقبل ما إيما تقتلها علشان تاخد حق باباها ماري بتمنعها وبتعرفها إن ربنا هينتقم منها. بعدها الشرطة بتوصل وبيعتقلوا هاري وريبيكا، وبعدها كيليب وإيما بيتفقوا على الجواز. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.